رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبحه الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم على كل شيء قدير. وإليك نرفع مجد الشكر الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأحدي متساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس القديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب، لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أحينا أيها الرب إلهك أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتمتع نفوسنا بملك الغفور، وليكن تيامنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. أخواتي وأخوتي، بالتوصيات في شغلتين نسيت أذكر عنهم، بس بدكم تركزوا معي ثانيتين لأنه في توصية المناولة والزيارة. أولاً نشكر الله على نعمته إنه أنجزنا بناء المدرسة والدير الجديد بخير وسلامة، وإن الله راد الجمعة رح ننقل على السكن الجديد على الدير، وانتقلنا من حالة أنتج إلى حالة دير، يعني كبناء وكهوية. الله راد رح يكون في افتتاح رسمي للمدرسة، افتتاح رسمي للدير. أولاد الرعية معنيين بافتتاح الدير الرسمي وصالون الرعية اللي هو للمدرسة ويكون بخدمة الرعية أيضا وفيس فيرسا. فرح يكون الاحتفال، ركزوا معي كثير منيح، تحجزوا التاريخ من هلا. رح يجوا كل الرهبان الأنطونية عاملين اجتماع، كل الرهبان الأنطونية قبل الظهر الساعة 12 الظهر، السبت 18 نيسان، السبت 18 نيسان، قداس مع سيادة المطران جورج أبو جودة ورئيس العام والرهبان الأنطونية والمؤمنين بالكنيسة، ومن بعدها بنعمل افتتاح الدير وصالون الرعية. والله يبارككم جميعا. 12 الظهر، مش 12/0 ل 24، 12 الظهر. فبتمنى على كل أبناء الرعية وكل محبين هالكنيسة وهالدير تكونوا موجودين، وخاصة اسمحوا لي لكم، مش بالهينة الرهبة الأنطونية دخلت على مشروع طرابلس مؤخرا، فلذلك حضوركم ووجودكم بشجع الرهبة اللي أكثر وأكثر تكون حاضرة أكثر وأكثر لهالمدينة، وهي ما نسيتكم أبدا لو أنا شاهد من أهل البيت. فأتمنى على كل أبناء الرعية السبت 18 نيسان يكون قداس عنصرة، كلكم حاضرين بأحلى حلل العيد حتى نفتتح الدير. الشغلة الثانية، بما أنه عملنا صالون رعية كتر خير الله مساهمين كتار، ولكن نحن دائما بنقول انه مساهمة اولاد الرعية ضرورية تنحس حالنا معنيين بالبيت. تعرفوا كل المصاري اللي حطيناها بالكنيسة هذا كله من خيركم وبفضلكم ومسؤولياتكم عم تشوفوها. نحن وصينا على فرش صالون، فوصينا على كل الامور. سنويا عم نعمل تومبولا، رح اوراق التومبولا على الباب. هالتومبولا مسؤولياتها بيروحوا منهم قسم بدق باب الدير نساعد ناس، وهذا انتم عم تساعدوا من خلال الكنيسة، وقسم عم بيروح كمان لتجهيزات وتحسينات بالكنيسة. فبتمنى على كل بيت وكل شخص أقله ياخذ يساهم بقدر ما